ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سنه وانتم طيبين. فيجما نزلت تحديث جديد او اضافه جديده جدا مهمه قوي قوي وهتفرق معانا احنا كمصممين. هي اي نعم سلاح ذو حدين، بس هي بتبقى مهمه وحلوه قوي. طب حد يسالني سلاح ذو حدين ازاي؟ اقول لك انا يا صديقي. اول حاجه هي مهمه في حته ان هي هتساعدك ان انت تنقل اي موقع شكله حلو هيعجبك عندك في الكانفاس بتاعتك على فيجما وتقدر تedit عليه. طيب دي حاجه حلوه. المشكله بقى ان انت هتنقل اي موقع انت تحبه على فيجما. مش فاهم؟ هفهمك. دلوقتي انت لو عايز تنقل اي موقع، ما طبيعي الموقع ده بيبقى ليه حقوق نشر او حقوق ملكيه، فبالتالي انت كده كانك بتسرق مجهود حد. طب الاضافه دي مهمه لمين ومش مهمه لمين؟ هنعرف في اخر الفيديو. وقبل اي حاجه ما تنساش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. يلا. طيب اول حاجه هتظهر لي عندي هنا نقطه مهمه جدا جدا. ايه النقطة المهمة؟ هيظهر لي الموقع ده زي ما انتم شايفين كده، وهيظهر لي هنا الإضافة بتاعت فيجما. طبعا لو تحت هتلاقي ان انت عندك هنا صور، وهتلاقي عندك حاجات بتوريك ازاي تستخدم اكستنشن. فكك منها، انت كده كده اتفرج على الفيديو بتاعي فانت مش محتاج ده، قشطه يعني. طيب هتيجي هنا عندك في اضافه تو الكروم او اضافه للكروم، وهيظهر لك هنا اد اكستنشن زي ما هيظهر لك اهي. هتدوس على اد طبعا، وهيظهر لك بقى ان انت تنزلها. هي بتنزل اهي. المفروض طبعا كده كده اول مره بيطلب منك ان انت تلوجن بحساب فيجما عادي. يا باشا هتلوجن عادي، مفيش اي مشاكل خالص. عادي اهي، هي بتنزل معاك بالظبط. وزي ما ظهر لك كده اهو، ظهر لك خلاص ان البتاعه اهي اتضافت خلاص. هتفتح الاكستنشن بتاعتك وهيظهر لك هنا اهو ان انت خلاص البتاعه دي معاك. طيب انا بقى هستخدمها ازاي؟ انا مثلا لازم اجربها على اي موقع. طب انا هجرب على اي موقع كده وخلاص؟ عادي، انت ممكن تجرب على اي موقع عادي. انا عن نفسي في موقع بحبه قوي اسمه فيركل، انا اصلا كنت كاتبه، كنت بجرب عليه، كانت حلوه قوي قوي بجد. طيب هنيجي نفتح نفس الاكستنشن تاني وندوس على فيجما. هيظهر لك هنا اهو، بص بيقول لك ايه، لوج ان عادي. طب ليه؟ عشان انا كنت نزلته ومسحته وانا رجعت نزلته تاني. وهيظهر لك هنا ايه، allow access login with figma، وهتدوس على allow access تاني. خلصت كده خلاص. انت كده بقى معاك ايه، الموقع نفسه. طيب هرجع تاني ادوس عادي جدا مفيش اي مشاكل. هدوس هنا اهو وهيظهر لي allow. هيقوم ظاهر لي ايه، الخانه بتاعتي. طيب انا هنا عندي خانتين اللي هي select element و capture element. select element لو انا عايز احدد عنصر معين اخده، اما capture element لو انا عايز اخد ايه، capture للصوره. ظهر لي اهو، ظهرت لي اهي مفيش اي مشاكل. ظهرت لي هنا وقلاو عادي مفيش اي مشاكل. عندي هنا بقى اختيارين، يا اما select element يا اما capture page تانية. اختار capture page تانية يعني عشان ايه، اعمل الاتنين مع بعض. او copy all. copy all باخد الصوره كامله. طيب مفيش حاجه حصلت صح؟ لا، في عندك حاجات كتيرة ظهرت. انت لو دخلت هنا على فيجما، انت لو لاحظت هنا هتلاقي ان هو هنا بيستخدم البتاع اهو. كل حاجة بيستخدمها، حتى هتلاقي ان الخطوط واضحة، كل حاجة editable عادي مفيش اي مشكلة. فيتشر جميلة ولذيذة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. اشوفوا فيديو جديد.